وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كلمة ولا يزالون، يزالون الفعل المضارع عندما ينفى وفيه النون الثبوت، ده كله قرائن لفظية منها الصرف ومنها النحو للدلالة على الاستمرار. ولا يزالون يقاتلونكم بأيديهم وألسنتهم وأموالهم، هذا كله من أجل ماذا؟ حتى يردوكم عن دينكم. اجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى أن العداء ليس عداء على نزاع على حقل بترول ولا نزاع على غنيمة ولا مصلحة ولا خلافه، وإنما النزاع على ماذا يا إخوتي؟ على الدين، على الدين. ولذلك في آخر الزمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: تصالحون بني الأصفر، النصارى تصالحون بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم. والكلام في تحليل هذا المصطلح وبيان دلالته يأخذنا إلى حديث واسع، ولكن المقصود ببني الأصفر هم الروم. لماذا سموا بذلك؟ هناك أقوال كثيرة. قيل لأنهم يحبون الذهب، والذهب أصفر فسموا بني الأصفر، وهناك أقوال كثيرة. فبنو الأصفر هؤلاء الذين يناصبوننا العداء، والذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من بأسهم. سيأتي يوم نعمل معهم صلح، نتصالح معهم. وفي هنا سؤال لطيف سأله بعض الناس: طب دلوقتي هل يمكن لو أن هناك توجه إسلامي في الدولة موجود، هل يمكن أن تستمر معاهدة الصلح مع إسرائيل، معاهدة السلام مع إسرائيل؟ ده سؤال محوري. تصالحون بني الأصفر فتقاتلون عدوا هو دونكم فتسلمون وتغنمون، حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون قام رجل من بني الأصفر فرفع الصليب وقال: اليوم انتصر الصليب. فيقوم رجل من المسلمين إليه فيقتله. يبقى النصراني لما رفع الصليب رفع عشان إيه؟ حقل بترول؟ شوال فلوس؟ تنازع على نهر؟ لا، مش حرب مصالح، ولكنها حرب على الدين. انتصر الصليب. طب المسلم لما قام وقتله عشان ماذا؟ من أجل ماذا؟ أيضا من أجل الدين. إذن هي حرب على الدين. الذي يحدث فتقوم النصارى إلى ذلك المسلم فيقتلونه، وتكون الملاحم، فيأتون إليكم في 80 غاية، أي راية، تحت كل راية 12,000 فتكون الملاحم. هم يريدون أن يصوروا أن النزاع بيننا وبين الغرب إنما هو نزاع على المصالح، أن الغرب يطمع في ثروات ديار المسلمين ومقدراتهم، ويريد أن يشغل مصانعه بالمواد الخام الرخيصة التي يستولي عليها من هؤلاء المغفلين. يمكن يكون هذا صوابا لا أنفيه، ولكن ليس هذا هو السبب الأساس. ودائما في أي نزاع، ودي مسألة ينبغي أن تتعلمها حتى في حياتك، في أي نزاع إذا أردت أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للنزاع، فاعلم أن السبب الأساسي ليس هو المعلن، السبب غير المباشر، هذا هو السبب الأساسي. يعني مثلا في نزاع بين 2 جيران،
النزاع ده ليه؟ لأن الواد ابن الجيران ضرب الطوبة، خبطت العربية، كسرت إزاز العربية. يمكن أن يكون هذا سبب، ولكن أنت رجل محترم وليس ذلك السبب الذي يثيرك. زجاج العربية تغير ب100 و200 جنيه وانتهت القصة. تقوم حرب كبيرة بين الجيران ويجرح فيها من يجرح وتسيل فيها الدماء من أجل زجاج عربية؟ لا، أكيد هناك سبب آخر. إذا أردت أن تصلح فلابد أن تصل إلى السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنه منذ 10 سنوات هذا الرجل تهكم على صاحب السيارة وجرح مشاعره في مجمع عام، فأسرها في نفسه ولم يبدها. فلما أتت الفرصة سانحة بكسر زجاج العربية كانت فرصة سانحة لكي ينفس بها عن ماذا؟ عن مكنونه. مشكلة بين رجل وبين زوجته. إياك أن تقنع بالأسباب الظاهرة، إذن هناك أسباب حقيقية ربما لا يستطيعان البوح بها، هي الأسباب المفجرة للنزاع. فكذلك النزاع بيننا وبينهم، بيننا وبين أهل الأرض جميعا، بيننا وبين البوذيين، زرادشتيين، السيخ، الهندوس، الملاحدة، المشركين، روم العصر، الروس، عبدة الصليب، اليهود، أصحاب المذاهب والنحل المنحلة، أصحاب المناهج النتنة الفكرية العصرية، كل هؤلاء أعداء لنا. طب يا ترى هم أخذوا مننا مية، نور، استولوا على تمثال رمسيس؟ لا. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إنما هي نزاع على الدين، نزاع على الدين. ولذلك مهما حاولنا إرضاءهم لن يرضوا، مهما نحاول مش هيرضوا أبدا، لن يرضوا أبدا أبدا. لو قلنا إنهم إخوتنا وأحبتنا في الإنسانية، لو قلنا لا بأس بإجراء الحوار والتقارب، لو قلنا بإنشاء حضارة عالمية تجمع أطراف الحضارات الأرضية لننشأ حضارة واحدة عالمية، لو قلنا نأتي بقساوستهم ورهبانهم، يعني لو جبنا رهبان بوذا وزرادشت والمنويين والهندوس، وجبنا أحبار اليهود وقساوسة النصارى ودخلناهم المسجد وخطبوا على عيدان المنابر في المساجد، مش هيرضوا برضك، لن يرضوا. هذا المسكين الذي قال إن المواطنة لن تتحقق إلا إذا رأينا القسيس يخطب الجمعة في المسجد، هذا المأفون الغبي. طبعا هذا لن يكون. تصور الناس داخل المسجد كده واللي هيقوم يخطب لهم جمعة مين؟ ايه الهبل ده؟ هبل فظيع. الناس دي مش عارفة حاجة عن الإسلام ولا بتصعبط ولا هبلة. وذلك أنا أنادي إن مستشفى العباسية ينبغي أن تفتح من جديد، لأن هناك أصناف من البشر، بقول أصناف من البشر لا يفهمون الذي يقولون، لابد أن نعرضهم على أطباء نفسانيين. فالذي يقول ذلك رجل مش في الدنيا، والله لو فعل ذلك ما رضوا، لن يقنعهم ذلك. قالوا نعمل الحوار بين المسيحية والإسلام، وتم تعيين واحد بدرجة سفير يمثل الأزهر في ذلك الحوار. وهناك الفتوات بتوع الفاتيكان عملوا المسألة دي، وبعد عدة سنوات قعدوا سنين يعملوا حوارات، مرة يجتمعوا في القاهرة ومرة يجتمعوا في الفاتيكان ومرة هنا ومرة هناك. وفي النهاية إيه اللي حصل؟ وفي النهاية أعلن الأزهر انسحابه من الحوار. طب لازمته إيه السن دي كلها وهذه المجهودات الطويلة؟ صراع على الدين، صراع على الدين. مش عاوزين كلام كتير في هذه المسألة. فيا إخوتي لو قدمنا لغير المسلمين ما قدمنا لن يرضوا بنا ولن يقبلون أبدا.
إلا إذا صرنا مثلهم، إلا إذا صرنا مثلهم. ولذلك هم درسوا التركيبة الدينية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية للمسلمين، فانتهوا إلى نتيجة مؤداها أن الطمع في تحويلهم عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية هذا طمع دونه مسك الشمس. طب نعمل إيه بقى؟ يبقى نبعدهم عن دينهم ومش هتخشوا دينهم. إذن الخطة الآن أن يتم إبعاد المسلمين عن دينهم، وليس بالضرورة أن يكونوا هودا أو نصارى. ده تعديل، ويعتبر هذا تعديل خطير في تاريخ العداء بين الشرق والغرب. كان الأول عاوزين نمشي وراهم زي عربيات السكة الحديد، العربيات تمشي ورا الجرار، لا تنحرف لا يمين ولا شمال. قلت لهم يا سيدي صعب، قالوا خلاص مش شرط، أهم حاجة نبعدهم عن الإسلام. كنا نقول لا يمكن للناس أن يبتعدوا عن الإسلام، لكن رأينا بأعيننا أن كلمة إسلام الآن أصبحت كلمة مثيرة. يقول لك مش عاوزين نثير الناس، بلاش كلمة إسلام دي. يا إلهي، هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ نعم والله وصلنا إلى هذه الدرجة. إذا مهما نصنع لن يرضى عنا مخالفون، لأن صراعهم معنا أصله صراع على ماذا؟ على الدين، ليس على تقاسم الثروات كما يقولون، وليس صراعا على الإرث المخزوني من الاحتياط النفطي أو الغاز أو ما إلى ذلك. هذه كلها أسباب فرعية أو جزئية، ولكن السبب الأساسي هو الصراع على الدين.